السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا ربي. نبداو اليوم جديد، روتين جديد، بلوك جديد. نبداو بالصلاه على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد افضل الصلاه والسلام. اليوم بديت معكم نهار من الصباح، بديتو بواحد الكاس ديال الماء بارد، واحد نص حامضه. هذه عندي عاده توجور عندي ملي كنت في دارنا. كيعجبني هكا نبدا بالماء والحامض على الريق، كتحسي ان الدد ديالك كتخدم وكيعطيك واحد النشاط، واحد الاشراقه هكا على البشره ديالك. المهم زوين زوين بزاف، نتمنى انكم تعتمدوا عليه، خصوصا البنات اللي بغاو يحيدوا الكرش. هذا راه مشروب زوين انه كيساعد الكرش انها تحيد ليك. صافي، هنا بديتو معكم. غادي نشرب هاد الماء وغادي ندوز هكا نطيب ليا شويه الروز بالحليب، غادي نفطر به انا وبنتي. راجلي راه فطر الصباح ومشى للخدمه، دابا راه شي 9 هكا انايا. هكا حتى فطرتو ومشى هو، توكل على الله نزل. صافي بقيت انا هكا شويه جالسه هكا كنلعب في التليفون وانت كنطيب شويه الروز بالحليب غنفطر به انا وبنتي. ومن بعد غادي نوض للعجينه يا لاله. العجينه اللي هي ما نقولش ليكم، ملي كتشوفني الوالده كنعجن هاد الدلكه كامله كتقولي واش عندك الحراته، غير قولي لي علاش كتعجني ديك الدلكه. كنقول لها الوالده راه كنعجنها كنخبيها في الثلاجه، ملي كنجي نحتاجو كنجبدو هكا لراجلي، حيت ما كنعجنش انا يوميا، كنعجن مره في 10 ايام، مره في 15 يوم، وكنحتفظ بهاد الكميه كتديني فتره طويله. صافي انا جبت واحد 3 كيلو البنات، غادي نغربلها. غندير معكم العيش اللي هو العيش السوري اولا العيش المصري. المهم هاد العيش اللي كنصاوبو البنات الاستعمالات ديالو كثيره. كتستعمليه في شاورما، كتستعمليه في الساندويش، كتستعمليه في الطاكوس. المهم كتفني فيه صراحه. كيريحك، خصوصا اللي عندك وليدات وعندك المدارس. هاد السندويشات صراحه عمليين وسهل، يعني ما كياخدش منك بزاف الوقت، وكتحتفظي به في الثلاجه. تقدري تعجني حتى 5 كيلو الا عندك العوين وتحتفظي بهم، غتنساي هكا تصاوبيه مره في الشهر وانت مرتاحه. عندك السكر في الكونجيلاتور. وليدات كل ما جاهم الجوع كتنوضي كتطلعي واحد الكميه اللي غادي تكفيكم، غادي تسخنيها في الميكرووند اولا في الفران، ومن بعد غادي تعمري باش ما بغيتي وتبريسكي في البانيني وكلي ليا مع راسك مع شويه الفريت. ايوا انت مغديه اولا معشيه اولا دايره بيه كسكروط. صراحه عملي عملي بزاف. صافي هنايا خديت ديك الكميه، درت عليها معلقه ديال الخميره، معلقه ديال الملحه، معلقه ديال سنيده. صافي وغادي نجمع، ما غادي يحتاج منك لا دليك بزاف لا حتى شي حاجه. خطفيها خفيفه وديها وجيبيها هكا على الرخامه ديالك. انا ما عندي لا عجانه لا والو، كنعجن في هذا البانيو. الله يرزقني ويرزقكم، مناش نشريو الثلاجه يا ربي. قولوا امين يا البنات. الحق الثلاجه باش نشريو العجانه، وليش جاب الثلاجه الهضره هذا الوقت. باش نشريو العجانه البنات. صراحه بغيت شي عجانه، والله يجيب الرزق والله يجيب مناش ونشريوها ان شاء الله ونرتاحوا من هذا الدليك ومن هذا الكتاف اللي كيطيحوا علينا بصراحه بهاد العجينه. المهم غادي نجمعها غير بداك البانيو، نجمعها حتى نجمع ديك العجينه ديالي وغنحطها على الرخامه نديها ونجيبها. العجينه راه كنخطفها انا خفيفه، ما تبقاوش تخطفوا البنات العجينه ديال الخبز، توجور كنقولها لكم خطفوها خفيفه باش ما تعذبكمش. يعني الا خطفتيها قاصحه غادي تعذبك هكا حتى في العجينه ديالها وحتى في الخبز ديالها ما كيجيش زوين. انا خطفتها راه كما كتشوفوا خفيفه، وغادي هي غادي الطحين غادي يشرب داك الماء اللي زايد فيه، ديك الخفه غادي تشرب هكا مع بعضياتها. وغادي نركنها واحد ربع ساعه وغادي نخليها تخمر. ما غتاخدش مني الوقت بزاف لحقاش هاد النوع ديال العيش ما كياخدش انه دليك بزاف، انك تدلكي وتطرطقي وهكا وتدي وتجيبي في العجينه. لا، غير دي وجيبي العجينه ودمجي العناصر مع بعضياتهم وصافي. الله يجعل البركه كيكون وجد معاك. صافي هنا كما كتشوفوا العجينه ديالي راه رطبه. غديتها غير بالكف هكا، خدمتها غير بالكف. صافي وغادي هكا نرش عليها شويه ديال الطحين ونخليها تخمر واحد ربع ساعه وغادي نرجع ليها. هنا كما كتشوفوا ما شاء الله العجينه راه مطاوعاني، حيت هزيتها خفيفه كما كتشوفوا. شوفوا ما شاء الله العجينه هذه البنات يجي بها حتى الملوي خامر، يجي بها غزال. البنات اللي كيبغي العيش هذا ويزيد عليه الطحين القمح حتى هو ما يقولش لك لا. بغيتي تزيدي عليه الفينو هكا واحد جوج لاف ديال الفينو ما يقولش لا، تزيدي عليه شويه نخاله. ديجا انا هذا العيش هذا مشاركه معكم في فيديو بوحدو في القناه، راه عندي 3 الفيديوهات مصوراهم للعيش خاص، سواء العيش السوري او العيش المصري او العيش العربي، مصوره له 3 الفيديوهات خاصين بالعيش.
الا بغيتي تصاوبي هكا رجعي للقناه عندي غتلقاي فيديوهات خاصين بهاد العيش. صافي هنا العجينه من بعد ما خمرات ليا البنات هكا كندهن يدي بشويه الزيت وكنبدا نقطع بحال شكل الكرات ديال الرغايف، بحال غديري الرغايف نفس القضيه، غير انت الحجم كتحكمي فيه صغير كبير ميان متوسط. المهم انت الحجم اللي بغيتي، انا درتهم بين وبين هكا ما كبار ما صغار، ولكن نتيا يعني الحجم كيبقى ليك نتيا. صافي غادي نقطع هكا الكميه ديالي كامله. غير انا ملي كنجي نقطع ما كنقيش العجينه بالطحين باش ما تجيكمش مدقسه، دهنوا غير يديكم بشويه الزيت باش ما تلصقش لكم العجينه في يديكم، وقطعوا ورميو في الطحين. هكا دهني يديك وقطعوا ورميو في الطحين حتى تكملي الكميه ديالك كامله. كما كتشوفي انا كيفاش كندير، كندهن يدي بالزيت ونقطع، ومن بعد كنجي نمرمد ديك الكرات اللي قطعت هكا في الطحين مزيان، كنعفرهم ونحطهم. صافي ما جيت نكمل حتى الاولي راه ترخا، وشوفوا ما شاء الله راه عطاني شي 40 حبه. صافي غادي نبقى كندردر هكا الطحين على الرخامه ونعفر هكا الكره مزيان في الطحين، ونبدا هكا نورق بالمدلك. هو راه كيبغي تورقيه مزيان باش يجيك هكا خفيف ويجيك رطب ويسهل عليك الخدمه في الساندويتش. انتما كما غتشوفوا غنوريكم وحده في الفيديو كيفاش كيجي رقيق. صافي غنبدا نكمل ونحط في الوصله، نكمل ونحط في الوصله حتى نكمل هاد الكميه كامله. الا عندك هكا العوين هكا، الا انت كيجيك هكا صعيب تخدمي كميه كبيره هكا، بنتك ولا اختك ولا هذا دخلوا للكوزينه وتعاونوا، ومنها تقشاب ومنها شدان الهضره ومنها حديث ومغزل. وها نتوما صاوبتو عيش، ما يقولش لكم لا لاي نوع ديال الساندويتش بغيتو. انا راه وريتكم الحجم ديال الرق ديالو، هو راه خاصك ترقيه مزيان مزيان البنات. صافي غادي نكمل هاد الكميه كامله وغادي نخليها تخمر واحد 10 دقائق ربع ساعه، يعني ما تعطيهاش بزاف الوقت ديال الخميره، وبداي طيبي. شتو البنات راه انا فيما كنجي نهز كنمرمد في الطحين باش ما يلصقش ليكم، ضروري تعطي الطحين باش ما يلصقش ليك. صافي هنا من بعد ما كملت خليته يخمر واحد ربع ساعه، وغادي ندوز هذا الوقت بين ما غادي يخمر غادي نشوف شنو غادي نطيب للغدا. بقيت كنقول شنو غنطيب راسي شنو غنطيب، قلت اجي نطيب واحد الاكله تركيه ونرافقها بشويه الفريت شويه شلاضه شويه الخضره هكا، غادي هكا نشرملها في شرموله، وغندير غدا خفيف ظريف بلا لحم بلا دجاج بلا حوت، غادي يجي زوين. صراحه جات واحد الغديوه صيفيه زوينه. البنات راه ماشي شرط ان يكون عندك اللحم باش ديري غديوه زوينه، راه غير الخضره تقدري تطلعي منها طابله ما نقولش لك كيفاش تكون دايره. غير الواحد يستعمل هكا غير الحيله والذكاء شويه، وانتي مغديه غدا ما نقولش لك. صافي هنايا شديت واحد جوج بطاطا غادي نقيهم، غادي نسلقهم هكا ومن بعد نقليهم. دائما البنات البطاطا فريت ديروها في الماء غليان، تغلي غليه وحده ومن بعد قليوها، كيجي واحد الفريت ما نقولش لكم شحال كيجي بنين. صافي هنا غاد شديت هكا شويه فلفله حتى هي شويتها، غادي نديرها في شلاضه. غادي نصاوب واحد الاكله هكا بالدنجال ومطيشه، اكله تركيه. ولكن بالنسبه للناس اللي كيبغيو يقليو الدنجال وما يشربش لهم نقطه ديال الزيت، ما كيبغيوش فيه ريحه البيض وما كيبغيوش يعفروه في الطحين، يديروا هاد الطريقه ديالي عن تجربه شخصيه، راه ما تهش لكم نقطه ديال الزيت البنات. والله القسم كنشد انا الدنجال هكا من بعد ما كنقطعو كنمرمدو فواحد الكميه ديال الملحه هكا لا باس بها، وما تخافوش ما كيجيش مالح لقاش ديك الملحه كامله كتهبط منه. وملي من بعد ما تترشيه بالملحه كيولي يطلق داك الماء ديالو، كتركنيه واحد الساعه عاد طيبيه. ملي غادي تجي غتلقاي هكا القاع ديال الطبسيل كله ما ديك الملحه هبطات لك مع الماء ديالها. ومن بعد هكا حطيه فواحد الشبيكه يتسقطر وبدا يتقلي فيه، ما كيشرب لك حتى نقطه ديال الماء. صافي هنا ركنتو هكا جيت نصاوب شلاضه نقطعها ونديرها في الطبسيل وغنديرها في الثلاجه ما نعطرها ما والو، لحقاش كان باقي الحال باش نبدا الغدا. يعني انا غادي غير نقطع الخضره ونوجدها ومن بعد عاد نجي نطيب، لحقاش ديك الساعه هنا راه فاش كنقطع الخضره يلا ديك الساعه 11 راجلي كيجي حتى لجوج ونص او لا جوج عاد كيدخل للدار. صافي هنا قطعت شلاضه نديرها في واحد الطبيسيل، والدنجال غادي نركنو حتى يطلق ليا ديك المياه ديالو كامله. والفريت غادي نقطعها ونخليها حتى هي نديرها في الماء غليان، ومن بعد نحطها في شبيكه تسقطر، يبقى ليا غير القليه نقليها وهي غداتي واجده. تبقى غير على الطياب دغيا دغيا ما تاخذش الوقت، وغادي ندوز باش نطيب العيش ديالي.
غادي نطيبو معاكم وتشوفوا الطريقه كيفاش كنطيبو وشحال كيجي المنظر ديالو زوينه البنات. وهنا بالحق ما كانتش عندي مطيشه الحك باش نصاوب ديك الاكله التركيه، وما فيه اللي يهبط من السيزيام من عند البقال نجيب مطيشه الحك. هنايا الا ما عندكش مطيشه الحك ديري هاد القضيه، شدي مطيشه نقيها حيدي لها الزريعه، ديري معاها شويه التحميره، انا ما كانش عندي التحميره، وطحنيها في مولينيكس كتجيك بحال المطيشه ديال الحك بالضبط. هنا راه ما كانش عندي التحميره باش تعطيني ديك الحموريه، ولكن عوضات لي مطيشه ديال الحك. صافي هذه باش كملت الاكله ديالي. من بعد نشارك معكم الاكله التركيه لحقاش ما شاركتهاش معكم. صافي هنا بديت كنطيب البنات في العيش، هانتوما كيف ما كتشوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي مذهب وكيجي زوين صراحه، ما شهيتكم فيه وسهل وعملي في الطياب ديالو. راه كل وحده ما كتفوتش 5 دقائق 4 دقائق كتلقايها طابت هكا، كترمي كتقلبي لحقاش رقيق. وهنا راه درت 2 مقلات باش نسربي هكا، باش نسربي الطياب كي يعني دغيا بيه فيه هكا. 2 مقالي ما كياخذوش الوقت، اللي كانت مقله صافي شويه كياخذ الوقت. صافي هنا راه كنبدا نقلب هكا في المقله وكنبدا نطيب. شفتوا البنات كيفاش كيجي؟ الله، هاد العيش البنات ما كرهش شي زبيده بلديه وبراد ديال اتاي منعنع وعسيله. شوفوا البنات ما شاء الله كيفاش كيجي كيحمق، ما نقولش لكم كيفاش كيجي زوين. شوفوا غير اللون ديالو والشكل ديالو، وشوفوا الرطوبيه. انا راه كنطوي معكم باش تشوفوا انه كيجي رطب وتقدري تستعمليه في بزاف د الحوايج، وكيجي محلول. هانتوما كيف كيجي من الداخل. نتمنى تجربيه لحقاش ما غاديش تندمي عليه، والله القسم الا عندك الوليدات ما غاديش تندمي عليه، غادي ينفعك. صافي خليته هنا برد، من بعد ما برد درت وحده فوق وحده وغنديرو في واحد البلاستيكه وغادي نحتفظ به في المجمد. وقت ما بغيت هكا كنطلع الكميه اللي تكفيني ونسخنها في الميكرووند اولا الفران وصافي. وكنبدا اولا غير البانيني تسخنيه بالبانيني كيسخن حتى هو ما كيوش الكله. هنا راه كملت صافي، غادي نخدم هنا الماكينه ندور واحد الدوره ديال الصابون، الصابون اللي ما كيتقاداش نهائيا. ما عرفتش واش نتوما، ولكن تبدا بصراحه في هذا الصيف ما نقولش لكم البنات الواحد كل ساعه خاصو يدوش، وخصوصا اللي عندك وليدات. انا بعدا بنتي كل ساعه هي مقيساني بالشوكولاته، هي مغرقه عليا الحليب، هي كتاكل المرقه جات حطات عليا يديها، يعني تبدا العشره للدص. اما راجلي ما كيبدلش بزاف صراحه باش ما نظلموش، غير انا وبنتي. صافي هنايا من بعد ما دورت الماكينه جيت هكا نصاوب واحد القهوه لحقاش حسيت ان الراس ديالي وعينيا ما بقاوش قادرين. فايقه بكري وما نعساش، فايقه بكري وما نعساش بكري. شتو، فايقه بكري وما نعساش بكري، فايقه ناعسه معطله. صاوبت واحد الكويس ديال القهوه وغادي نحط معها شويه الكيك هكا. كيعجبني هكا القهوه ما نشربها بلا سكر البنات، وناكل معها شي حاجه حلوه. ما يعجبنيش هكا نشرب القهوه بالسكر نهائيا، لا نديرها مسوسه ونحط حداها شي حاجه حلوه كتجيني زوينه. صافي هنا راه وريتكم هنايا الاكله اللي صاوبت التركيه سميتها دولمه، كتجي زوينه. هاد المره غنشاركها معاكم. صافي هنايا راه وريتكم العيش ديالي كيفاش كنحتفظ فيه في المجمد. وغادي نمشي دابا نحط هكا كويس ديال القهوه وشويه الكيك ونمشي نجلس حدا بنتي نشرب ديك القهوه ونرتاح شويه هكا. نريح شويه رجليا من الوقوف. الكوزينه راه كملتها، الغدا ديالي طاب، التصبيره راه درت الماكينه الدور. صافي بقات ليا غير الدار غادي هكا نخطف فيها واحد الجميعه خفيفه، راه نقيه ماشي مرونه بزاف. وغادي نوض هكا نطوي واحد التصبين اللي كنت دخلت وصافي. صافي هنايا من بعد ما شربت القهوه دخلت هنايا لواحد السله ديال الصابون غادي نطويها. شتو البنات الصابون هنا راه دخلت صبينه ودورت ماكينه في مره اخرى. عندي الماكينه نهار الدور ونهار لا، نهار الدور ولا نهار لا. وبعد المرات راه كدور يوميا. هاد التصبير راه دخلته اليوم ودورتها اليوم، يعني انا صبنت غير البارح واليوم تجمع لي عرم ديال الصابون. لحقاش بنتي حتى الغطا ديالها ملي الناموسيه ديالها ملي كتكون جالسه كتكب عليها الماكله، خصني يوميا نهز الفراش نصبنو نحط لها فراش جديد نهز. يعني يوميا عندي هذا الفراش كنهزو نحطو، يعني يوميا 3 الكواج ديالها خصهم يدوروا في الماكينه. صافي هنا بديت هكا نطوي الحويجات. صافي دخلت هنا البنات نكمل الصابون ديالي هكا نطويه. غادي نطوي التصبين ديالي. هنايا راه
كنطوي التصبين وبنتي راه جالسه ما حسيتش بها في الماكينه ديال الصابون، بقات كتخربق كطفي وتتشعل كطفي وكتشعل حتى بلوكات ليا الماكينه ديال الصابون. انا صحابي هي كتلعب، هي قولي كانت كتخربق فيها. ايوا راه ملي جا راجلي راه الماكينه طرا فيها بحال التبلوكات، قال لي شنو درتي لها؟ غير قولي شنو درتي للماكينه. قلت له ماشي انا راه بنتك. قال لي لا انت فين كنتي على بنتي؟ قلت له انا كنت كنطوي التصبين. قال لي لا انت كتخدمي الماكينه كل نهار؟ قلت لي اه. قال لي لا راه بحال هكا الماكينه غادي تخسر. قلت له انا اش عرفني في الماكينه؟ قلت له انا اش عرفني اش الماكينه خاصها تخدم كل نهار عادي. قال لي لا الماكينه راه كل نهار كتخسر، لا خدمتيها كل نهار. قلت لي انت راه ما طليتي على والو، الماكينه اللي دايره فيها غير الله يسمح ليا وصافي. لا طرات فيها شي حاجه انا السبب صراحه، لحقاش كنخدمها بزاف، كنستهلك الماكينه كنستهلكها بزاف. قال لي تنرجع معكم كاس ونحلها ونشوف شنو واقع فيها. ولات كتبلوكا البنات، كانت تكون خدامه وهكا كدور من بعد الساروت كيتحل بوحدو ديالها، ما عرفتش علاش ملي كيتحل الساروت عادي تقدري تحليها. اما ملي كنكون من قبل الا كنت قافله على دايره لها القفل ما كتحلش هكا على ود بنتي جات تلعب فيها ولا هذا ما تعرفش تحلها. دابا لا تقدر تكون الدور والقفل اللي تحل وبنتي هكا تجي تلعب فيها تحلها عادي. المهم الله يستر وصافي. والماكينه ديال الصابون صراحه راه هي رحمه بصراحه، يعني مهزه واحد الهم علينا، ماشي غير هم، هزه دقه كبيره علينا. المهم الله يستر وصافي يكون خير وصافي. واخا لا كان فيها شي حاجه نهار الجمعه غوت غادي نسكت ما نهضرش، لحقاش عارفه راسي اش دايره. ملي كنكونوا عارفين راسنا دايرين شي مصيبه ولا شي زبله كنسكتوا ما كنعاودوش الهضره، ما كنبقاوش نعاودوا الهضره لحقاش عارفين راسنا شنو درنا. هو عارفني ملي كنكون دايره شي مصيبه كنعطيها غير السكات، كيبقى هو يعاير ولا هذا كنعطيها غير السكات ما كنهضرش. ولكن الا عارفه راسي ما دايراش كنبقى نهضر ونتعاطى ونجاوب، وكندير راسي بحال ما نقولش لكم محامي. واش غنديروا ملي كنزبلوها كنحنيو الراس، غادي نحني الراس واخا يهضر واخا يغوت غادي نحني الراس. صافي البنات كما كتشوفوا ربي هكا كنطوي الحويجات. غادي نكمل الحويجات صافي. كانت صافي هنا راه كملت الدار وجمعتها، والغدا ديالي راه طايب. وبنتي هكا دوشت ليها وبدلت ليها وخليتها هكا كتلعب. وغادي ندوز هكا باش نصاوب شويه ديال الكيك. ما شاركتش معكم، غنشاركو معكم في الفيديو الجاي ان شاء الله باش ما نطولش عليكم الفيديو. وغادي ندوز ناخذ واحد التدويشه بالماء بارد ونبدل حويجاتي ونجلس انا وراجلي نتغداو ونشرب قهيوه وصافي. هكا كيدوز النهار البنات، على هكا داز نهاري كيف ما العاده. نتمنى ان هذا الروتين يعجبكم ويعطيكم شويه ديال الطاقه الايجابيه وشويه ديال الحماس وتشجعي ما يطراش ما يطرالكش بحالي انا. راه ملي كيكون عندي الشقه بزاف خصوصا بحال اليوم كان عندي النهار عامر وفيه العجينه وفيه الطياب وفيه التصبين وفيه المصلوح وفيه بزاف الحوايج، ملي كنكون جالسه كنبقى نشوف شنو باقي ليا انا، كيجيني واحد الاحباط وواحد العيا وسبحان الله العيا كيزيد عليك، كتقولي ناري فينا هو العظم اللي نوض غادي نقضي هاد الشغل كامل وغادي ندير. ولكن اون فوا كتنوضي وكتحركي والدم كيسخن فيك صافي كتولي ما حاسه حتى حاجه. كيعطيك الله ما شاء الله واحد القوه، كتولي تشقاي وتدردكي وتتجلسي وانتي ناشطه. انا كيطرى الصباح ملي كنجي نفيق تنهز راسي ونحطو تنقول ناري فيلي خليني نعسي واحد الساعه ما يطرا والو شنو فيها لازت واحد الساعه. ولكن ملي كنزيد ديك الساعه وكنتعطل في الناس هكا فقت مع 11 ولا مع 10 ونص ويلي لا فقت مع 12 النهار مشى صافي كنقول كنتخربق، كيولي غدايا معطل شقايا مرون ما كنعرف ما ندير. ولكن ملي كنفيق بكري كيدوز عندي النهار مخير، كيبقى كنجمع داري في الصباح، غداتي كتكون طيب في الوقت. انا كنلعب هكا شويه السبور هكا الا كملت بكري كنمشي هكا كنتحرك كنطريط في الدار. المهم كيبقى ليا بزاف الوقت كنستغلو. هنا من بعد ما كملت هكا غنصلح له واحد الحاجه اللي كنكرهها في حياتي اللي هي المصلوحه. البنات شكون اللي بحالي تقول انا راه كنكره شي حاجه سميتها المصلوح ما كنحملهاش. البنات ملي كنت في الدار ما كنتش كنصلح بعدا لخوتي، والله البنات ما كنت كنصلح ليهم اللي بغا شي حاجه راه المصبانه كتصلح. ولكن ملي تزوجت راجلي كيقول المشكل ان راجلي ما يلبسش لك الحوايج اللي ما كانوش دايز عليهم الحديده نهائيا. وانا ما كنحملش المصلوح. ملي جيت الدار ما كنعرفش نصلح، قال لي تعلمي. قلت له علاش ما كديش الماكينه الصابون هي تصلح لك الحوايج وتجيبهم؟ قال لي وانا علاش شاري المصلوح ملي ندي الماكينه.
ايوا شتو رد على الهضره، قال لي بصراحه عطاها ليا في جنابي. قال لي انا جايب ماكينه الصابون باش ندير الحوايج للمصبان. قلت له لا خويا جايبهم باش نصلح ليك انا. قلت لي عارفه خويا عارفه، غادي نصلح لك حوايجك وغادي نصبن وغادي نطيب وغادي نعجن وغادي نتقدا وغادي هادشي كامل. قال لي شنو كتصحابي؟ قال لي راه هذا هو الزواج. على صحابي الزواج لعب عليا، الزواج راه هو هذا، الزواج ديال بصح راه هو هذا، حيد عليا من اللعب ديال الشهورة الاولين. قلت لي يا طلعت تاكل كرموس، نزل شكون قالها ليك؟ قلت لي يا عندك الحق سيدي، انا اللي قلت باغا نتزوج، ماشي شي حد اللي ضربني على يدي. قال لي علاش دابا ما بغيتينيش؟ قلت له لا خويا، واش انا قلت لك شي حاجه دابا؟ قلت لك ما بغيتكش اخويا. قال لي اوا جمعي راسك. قلت له وياه انا جامعه راسي. صافي اخويا انا نوض غنقلب هذا الموضوع كاع. ايوا كنبقاو نضحكوا، مره هكا كيشد فيا نشد فيا، واش غنديروا البنات باش ندوزوا الوقت وباش نهرسوا الملل ونكسروا الروتين. وصراحه الجلسه بالدار ومع هذا الحجر الصحي، وخصوصا انا في الغربه ما معايا لا حنين لا رحيم، وعندي عند من نمشي وعند من نجي. ما نقولش لكم البنات بعض المرات كنعطيها غير اللبكه، اقسم لكم بالله. صافي انا من بعد ما كملت البنات حطيت غداتي، تغديت انا وراجلي باش ما قسم الله. صابون، شويه فريت، شويه شلاضه، شويه خيزو هكا شرملته في شرموله مع شويه الشيفرون. هذه هي الاكله البنات التركيه، كتجي بنينه بنينه وكيجي فيها واحد المذاق هايل، غادي نشاركها معكم ان شاء الله في روتين الجاي ان شاء الله. ونتمنى ان الفيديو ديالي يعجبكم والروتين ديالي يعجبكم، ونعطيكم واحد شويه ديال الطاقه الايجابيه وشويه ديال النشاط، وتنوضي الشقه شويه ناشطه. وما تبخلوش عليا بواحد اللايك وواحد التعليق والبارطاج مع الاهل والاصحاب. وبسلام عليكم حتى الفيديو جديد مع روتين جديد. تصبحوا على خير.